أنا عارف إن من أبسط وأقل الناس، بس لو قدرًا كده قعدنا مع بعض وقُلت لي إيه أكتر 3 مبادئ ماشي عليهم في حياتك، هاقول لك ال3 دول، فاحفظهم عندك علشان إن شاء الله هينفعوك، وعلّمهم لغيرك علشان يكونوا في ميزان حسناتك. أول مبدأ يا صديقي، خلّي الوحدة قرار تاخده بمزاجك وما يتفرضش عليك. عوّد نفسك إنك تاكل لوحدك وتشرب لوحدك وتخرج لوحدك وتقعد لوحدك. هتقول لي أنا هاعتزل الناس، أنا ما باقولكش كده، بس باقول لك لو الوحدة اتفرضت عليك والناس اتفركشوا من حواليك ما تحسش بالغربة، وثقّف نفسك علشان تقدر تتعرّف على روحك وما تكرههاش لو بقيت لوحدك. اقرا، اتعلم. شوف يا صديقي، اللي بيفهم بيريّح والجهل بيتعب، لكن لمّا تكون فهمان ومتشبّع بالمعرفة ساعتها حلاوتك وونسك هيطلعوا من جواك، من قلبك وروحك وعقلك، وما انتش مستني حاجة من حد. ودي أول حاجة. وبالنسبة للمبدأ التاني يا عمي، عيش بآية لست عليهم بمسيطر. يعني ما انتش حاطط ايدك فوق راس حد. لما تقول رأيك ما تستناش ان حد يعمل بيه. بتعمل مجهود علشان تغير سلوك اللي قدامك واسلوبه ومعاملته، وما تغيرش ما تنصدمش وقتها. فركشت، ما تعتقدش ان حياة اللي انت فركشت معاه هتقف وتنهار. شوف يا صاحبي، السيطرة وهم. ما تستناش من اللي قدامك لا رد جميل ولا اعتذار ولا معروف. بتعمل الحاجة اعملها لله. وخلي بالك، اللي عايز يعمل الشيء هيعمله حتى ولو انت واقف فوق دماغه، واللي مش عايز يعمل الشيء مش هيعمله حتى ولو بينك وبينه بلاد وبلاد. فما ترهقش نفسك على الفاضي. هتقول لي يعني اكون سلبي يا جدع انت؟ ما بقولكش تكون سلبي، بس بقولك خليك انسان. اللي عايزك هيراعيك وهيحطك في حباب عينيه، واللي مش عايزك هيهمل فيك ويبعد عنك حتى ولو كنت داير ولافف حواليه. ما تتعبش نفسك على الفاضي علشان تريح اللي قدامك، واللي قدامك مش طالب الراحة منك. ياما أنبياء نزلوا من السماء باختيار ربنا سبحانه وتعالى ومحدش آمن بيهم. هل هم فشلوا؟ طبعا لا، ولكن عملوا اللي عليهم. فما ترهقش نفسك زيادة عن اللزوم علشان ما تعجزش بدري بدري، بعيد الشر عنك. لست عليهم بمسيطر. انتهينا. وبالنسبة للمبدأ الثالث والأخير يا صديقي، وبشكرك إنك سمعتني لحد دلوقتي، هي الفتنة. هتقول لي الفتنة؟ أقول لك أيوة الفتنة. الحاجة اللي أنت بتتخلى عن أصولك قدامها وتضعف بسببها وتتجرد من إنسانيتك لأجل خاطرها. الفتنة يا صديقي ممكن تنزلك من نظر ربنا سبحانه وتعالى ومن نظر الخلق، وما تخلكش تسوى 3 ساغ لا مؤاخذة. في ناس فتنتها في الفلوس، وناس فتنتها في الستات، وناس فتنتها في الشهرة، وناس فتنتها في اللقمة، وناس فتنتها في اللبس، وناس فتنتها في أولادها، وناس 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 ربنا سبحانه وتعالى ما فتنهاش، ما جربهاش ولا اختبرها. فادع ربنا سبحانه وتعالى إنك تكون منهم، وإن ربنا سبحانه وتعالى يجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن ما فيش عليها كبير يا صاحبي. وياما ناس ضعفت قدام الفتن وبعد كده ما بقاش ليها وجود ولا معنى، عايشين وكأنهم مش عايشين. فاحمد ربنا على اللي انت فيه وارضى بنصيبك، وصدقني ده خير ليك. ياما ناس تطمح لحاجات لو اتحطت فيها صدقني ما بيبقوش ناس بعد كده، وربنا سبحانه وتعالى بيكتب عليهم بعيد الشر عنك الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. فال3 حاجات دول خليهم مبدأ في حياتك وامشي عليهم، وربنا يسددك دايما. الوحدة تعود عليها، والسيطرة من مخك الغيها. وتالت حاجة الفتنة، دايما ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يكفيك شرها وينجيك منها. واخيرا، لو فيديوهاتي اوقات بتظهر لك واوقات لا، فانا اسمي احمد ايمن. دور عليا لو جيت على بالك، ويشرفني تتابعني ونتلاقى في الجايات. سلام عليكم.